السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري، والنهارده عاملين فيديو على السريع بمناسبة غلا الأعلاف. احنا بندور يا جماعة على أي حاجة توفر معانا في العلف وفي نفس الوقت يكون ليها قيمة غذائية كويسة، إن هي تدي معانا دفعة للأمام أو تحرك الإنتاج معانا. من الحاجات دي يا جماعة البرسيم، الناس اللي متوفر عندها برسيم أو الدريس طبعا الحجازي أو الدريس العادي اللي متوفر عند الناس اللي ما تقدرش إن هي تجيب البرسيم الأخضر. البرسيم الأخضر يا جماعة ممكن نستخدمه كعلف للأرانب، بديل طبعا مع العلف اللي هو الأساسي. يعني مش غنى، مش هنستغنى خالص عن العلف، هنستغنى عن العلف بنسب معينة وهنحطه للأرانب بالطريقة دي كده. بس البرسيم يكون محشوش عدى على مدة الحش بتاعه 24 ساعة، ويكون البرسيم نظيف مش مبلول ومعلهوش طين ولا أي حاجة. وفي نفس الوقت مش كل الأرانب اللي هنقدر إن احنا نحط لها البرسيم. لازم إن احنا بنحط البرسيم للأرانب اللي عندها اللي لسه والدة مثلا، أو اللي في انتظار ولادة، او اللي الارانب بتاعها لسه ما بداوش ان هم ياكلوا، بحيث ان الارنب الصغير ما ياكلش برسيم خالص، ما يجيش عنده اي برسيم. اهي الارنبه اللي معاها ارانب ما بنحطلهاش خالص اهي. ارنبه زي ديت والده اهي بسم الله ما شاء الله، طبعا بنبدا ان احنا نحط لها البرسيم. ارنبه زي دي برضو في انتظار الولاده برضو بنحط لها البرسيم برضو. ممكن نحطه تحت الغطا بالطريقه دي كده ونحط عليه الغطا، وممكن نحطه فوق كده وهي بتبدا ان هي تشد منه وتاكل برضه بنفس الطريقه ديت. هي بتبدا ان هي تنزله وتشد منه وتاكل. طبعا ما بنحطش زي ما قلنا لا للارانب التسمين ولا للارانب اللي هي عندها ارانب صغيره اكتر من عمر 17 يوم، لان الارانب بتبدا ان هي تطلع من الولاده وتاكل، فبتبدا طبعا ان البرسيم ده يعمل لهم مشاكل معويه، نتيجه ان المعده بتاعتهم طبعا لسه ما تستحملش الكلام ده. فطبعا احنا بنحط للامهات زي ما قلنا. البرسيم ده يا جماعه بيساعد على ان الام في الفتره اللي هي الخمس ايام من قبل الولاده وبعد الولاده، الام طبعا بيبقى العلف تقيل عليها، وممكن تبقى قطع اكل جزئيا او تبقى قطع اكل خالص لو الام في بطنها عدد من الارانب. فطبعا البرسيم ده يا جماعه يعتبر كوجبه خفيفه سهله الهضم وفاتح للشهيه، وفيه عناصر غذائيه كتير جدا بنقدمه للارانب بالطريقه ديت. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.